تنويع، هاي كورة، هدف، الثاني شطار اركونادا هي تشخر وزادت بوف. شباب سلامات المدرب نبيل معلول. هذا توا معقول، هذا معقول تخرج لنا علي معلول. يا ربي يهديك يا نبيل. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي باش يلعب غدوه ان شاء الله كونتر مالي، وان شاء الله مربوحه يا ربي. توب علينا كان نشجعوا، كاهو معنا ما نعبدوا. توب علينا كان نشجعوا. بالطبيعه اليوم باش نحكيوا على التشكيله اللي باش يهبط بها سي سامي طرابلسي، ان شاء الله خويا ما يعوجناش، فهمتني. وباش نحكيوا بالطبيعه على الجدال اللي صار بين بن سعيد ودحمان، شكون باش يشد الجارديان. باه خلينا نفضوها قبل كل شيء، فهمتني. خلينا نفضوها الناس الكل، فهمتني. حسب رايكم من الافضل المباراه القادمه؟ اكتبوا لي في التعليقات، يا اما دحمان ولا بشير بن سعيد، شكون اللي تراه مناسب لماتش مالي. باه هذا رايكم انتم بالطبيعه. تو انا باش نعطي رايي. انا ماذا بيا واحد من الناس دحمان يكمل. علاش دحمان يكمل؟ والله باش يطلعوا لي تو انت خاطر انت صفاقسي وتحب صفاقس وكذا. لا، اول حاجه مانيش صفاقسي، ثاني حاجه ما نحب حتى جمعيه، اقسم بالله العلي العظيم ما نحب حتى جمعيه في تونس. سافا هكا ارتاحوا تو. تعالوا باش نعطيكم انا تو راي علاش دحمان لازم يكمل. على خاطر دحمان هو قدم في المباريات الاخرين فهمتني اداء كارثي بالطبيعه. باش تجي تو تمسحوا الاداء الكارثي نتاع دحمان في بشير بن سعيد كونتر مالي، لا هكاك بابا ما تجيش، لا هكاك نوليو نحايلوا. باهي، والدليل على كلامي خلينا نشوفوا بالطبيعه التصريح اللي بعده. نعم، لمواصله دحمان لحراسه منتخب منظومه المحسوبيه الى حين الانسحاب، مرفوض مسح فشل منظومه كامله في بشير بن سعيد. يا بشير بن سعيد راهو كان باش يهبطوك في ماتش مالي، اعرف راهي فهمتي يلعبوا لك اللعبه، راهو اقل حاجه تصير منك انت باش نساو فهمتي ايش عمل دحمان، باش يطلع هو البطل، باش تطلع انت فهمتني اللي خروجنا من الكان على حسابك انت. هاي سافا هكا. فانا مستحسن برجلي خلي فهمتي دحمان هي ماكله بعضها عليه، يكمل يخرجنا من الكان. تو وقتها يمضمض على المنتخب. كان اخويا يقدم اداء باهي وكذا، هاكا الاخر يصلح اغلاطه، هو اللي فهمتي غلط، هو اللي يصلح اغلاطه، هو اللي يشيل الدنيا كل كاهو. زي فهمتي قوس وسكرناه على حكايه بشير بن سعيد ودحمان. انا رايي يهبط بدحمان يكمل كاهو. لا لازم يكمل، باش كان غلط يمضمض على المنتخب، كان فهمتي قدم اداء باهي وخلانا في الطرح وعاون صحابه وكذا. ايوا وقتها اخويا فما كلام اخر. ما تنساوش بالطبيعه تشتركوا في صفحه علول الكوره، 67 مشترك فقط. هي عاد ولاد، هي ولاد فهمتني هكا ضربه، خلينا نوصلوها 100 على الاقل في صفحه الفيسبوك. راهو توصل 100 نولي الفيسبوك يعطيني حاجات نجم نهبطهم، تولي فهمتي برشا حكايات في الفيسبوك. يا سيدي خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. ايوا ياسين مريح زايده اللقطه، اقسم بالله العظيم زايده. تو انت هاك ما لعبت حتى ماتش فهمتي، والناس الكل فهمتي بعاد عليك، وتحل تو الفيسبوك وكذا فهمتي تلقى ما فما حتى واحد قاعد ينتقد فيك، صحيح ولا فهمتي؟ امورك واضحه وكذا فهمتي، وقاعد تشوف فهمتي العباد كيفاش تنتقد في الملاعبيه ويتمنيكوا عليهم ويسبوا فيهم وكذا، وانت فهمتي ما فما حتى حد قاعد يتكلم عليك. جي انت فهمتي قمه كي وتبربشها وتجي تطلع كي فهمتي، راه مش باهي زيد اللي عملته فهمتي. هاك نورمالمون باش تهبط في ماتش مالي خويا، ريت الفازات هذوما اللي تعمل فيهم انت كوم كوا تحب تسكتنا. تعرف كيفاش تحب تسكتنا احنا جماهير، تسكرنا فهمنا الكل خويا سور تيران. وقت اللي ما نعرفش انا فازه صارت كيف فهمتي، جوار تاع مالي خرج راس وراس الجول صاي جراب الكره، خلطت عليه انت بك الفيتاس سبيد اللي عندك وتهبط له تاكل وتنحي له الكره سون فوت. وقتها خويا تسكرنا فهمنا كل. اما تهبط كيف فيديوهات وفازات تعمل فيهم كل شيء زايده، والله العظيم زايده. هاني قلت لك خويا ياسين مرياح، اكثر قناه انتقدتك قناتي انا، انتقدتك برشا فهمتي خويا، تحب تسكر لنا فهمنا بلع لي الجلختي انا وتسكر لي فمي خويا سور تيران كاو زايد الحديث. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. هاي تشكيله المنتخب حسب اي اف ام، تشكيله المنتخب الوطني التونسي باش تهبط كونتر مالي. هاي سيدي جارديان بالطبيعه دحمان، يان فاليري، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، الياس الصخيري، حنا باع المجبري، اسماعيل الغربي، سيباستيان تونيكتي، الياس العاشوري، وحازم المسدوري. انا ماذا بيا شواط يهبط، يزينا خويا المسدوري، يزي فيه البركه، ارتاح شويه ميسالش، هبط شواط وبعد في الدوزيام ميتون هبط خويا المسدوري، ابدينا بشواط ميسالش. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. اي سيدي مشجع كان ينتقد اداء تونس، خلى عليه ابو فرجاني. والله نصيحه اخويا يا ابو فرجاني، نصيحه مني ليك يا عمي، ما تدخلش روحك خويا في الاعلام، وصدقني والله ريت كان مثلا الجمهور يبدا يسب في فرجاني ساسي ويبدا يتمنك عليه وكذا، مش باش يحسها اكثر
من الجمهور وقت اللي فهمتني مثلا ما نعرفش يعني تخرج كلمه يخرج تعليق سافا على ابوه فهمتني باش تمس الجوار برشا. فبجاه ربي نصيحه مني ليك ما تدخلش روحك في الاعلام خويا. فتو سورتو تو الفتره هذه خويا ابعد على الاعلام ماكسيموم. ما تخليش روحك هكا قدام كاميرا في منصه وفما برشا ناس تقدر تعمل تعاليق. راهو باش يجي تعليق مش باهي يشوفهم ولدك راهو يتاثر برشا. برا خويا اجبد روحك احسن لك والله احسن لك ليك انت وخاصه ولدك كاو. باهي هنشوف الخبر اللي بعده. سيدي كل واحد عنده خيارات وتشكيله وانا افضل تشكيله نراها. كيفاش احسن تشكيله؟ بشير بن سعيد جارديان. لا هذه اول غلطه هذه فهمتني. كان سامي عوجها باش يهبط لنا فهمتني ب3-5-2. في اللاكس برون ومرياح ومنتصر الطالبي. على اليمين فاليريا، على اليسار علي العابدي، الياس الصخيري، حنباع المجبي، وحمد علي بن رمضان، حازم مستوري، والياس سعد. والله باش نقول لك انا برجوليه كان باش يهبط التشكيله ذي فيها شرط واحد بكا هو اللي فهمتي ما تبداش فهمتي حسبه وقول تالي. يطلعوا كل يام فاليري يطلع معاهم، علي العابدي يطلع معاهم، البلوك كل يقدم القدام باش نهبطوا على اساس باش نربحوا. راهو ما تحطوش في مخاكم كهو مالي عدلت مع المغرب معناها احنا صايي فهمتي نرميو القاتله. لا خويا هبطوا فهمتي بقد ورب. وانا قلبي قايل لي انه باش نربحوا مالي والله اعلم ما نعرفش. كيما انا فهمتي وقتها حسيت هكا في نيجيريا اخي فهمتني كلات بعضها فهمتي جاني نفس الاحساس. والله غالب الولاد الله غالب. عندي احساس خويا باش نربحوا مالي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. باه هنشوف الخبر اللي بعده. اكثر سؤال محير جماهير الكره في تونس وما لقينا له جواب. هازز فهمتني 4 جارديانات فهمتني وخلى اسمه سيف الله الطيب فهمتي خليه ما عيطلوش. علاش الله اعلم. معناها عيط لبلاصتو فهمتني سليتي مضروب وعمره 34 سنه فهمتني. وفي الماتش نيجيريا فهمتني بدل فهمتني بلاصه بن رمضان حطها على اليمين. عمل هذا الكل فهمتني والسيد هذا ما عيطلوش. علاش الله اعلم. عرفتوا علاش تو احنا متغشين على سامي طرابلسي. هذاك علاش احنا متغشين عليه. الناس تطلع لي في التعليق سايبوه الراجل علاش هكا فهمتي سايبوه شجعوه درا شنو. علاش اعطيني سبب انت السيد اللي قاعد دافع على سامي طرابلسي. اعطيني سبب وحيد اقنعني انا علاش سامي طرابلسي سامي عبوجها ما عيطش لسيف الله الطيب. اكتب لي في التعليق هاي ماك تحكي وكذا. اخويا كي تبدي انت تعرضني في الراي اعطيني حجه اخويا اكتب لي في التعليق مش تجيك كيف فهمتي ترمي تعليق وتمشي على روحك. لا اخويا اعطيني قول لي راه فهمتي شبيك على سامي طرابلسي ما عيطش لسيف الله الطيب على خاطر كذا وكذا وكذا اكل كذا وكذا وكذا نحب نعرفها شنية ذيك. علاش ما عيطلوش السيد هذا كاو. هاي سيدي خلينا نشوف الخبر اللي بعده. حسب اخر اخبار المنتخب خلال اخر حصه تدريبيه سيتم موصل التعويل على ايمن دحمان كحارس مرمى. ايمن دحمان باش يلعب وسمو والمرياح باش يلعب والزويز هذوما باش يلعبوا. يا ستر تستر وكهو. باهي التحمين تحمل مسؤوليه الهدف ونوضح ان ثقته اصبحت مهزوزه بسبب الضغط الكبير. شفتوا اللي هذيك عاقبه اللي يحل مواقع التواصل الاجتماعي فهمتني يحل الفيسبوك ويحل اليوتيوب فهمتني ويتفرج في العباد فاش قاعدين يحكيوا عليه. راهو شبيك يحط روحك في بلاصتو. هاي تصور انت فهمتي شاد التليفون هكا اي برا خلينا نحل انت جوار راه ملاعبي وهرتها فيه 2-3 ماتشات زلعت زل عيبيده. اول ما تحل لاكوي بتاعك تلقى ديريكت سبه ولا تنبيره ولا يفبركوا لك فيديو ولا يعملوا لك فيديو بالذكاء الاصطناعي فهمتني وبداو يسبوا فيك وتقرا تعليقات يلي بيه يلي عليه بوه وامه وكذا فهمتني ويتجبد فهمتني ويبداو يريشوا فيه وكذا وانت تبدا تقرا وانت عندك ماتش غدوه. ترى اعطيني انت مخك وين وقت كيفاش باش تحس صعيبه على الاخر. انا برجوليه او نعطيكم بالاخر برجوليه. انا ضد جوارات يكون عندهم فهمتني تليفونات. والله اختارنا بتفدليك والله بالحق راهو يحلوا فهمتني ويتفرجوا في رواحهم ويتفرجوا في السب فهمتني والجمهور يبداو يتمنيك عليه وكذا فهمتني ويبداو يتمقروا عليه ويلقى فهمتني صحف اخرى فهمتني تخدم البلايص اخرين فهمتني يسبوا فيه ويقشلوا فيه وكذا ويبدا يقرا فهمتني ويسب على روحه. برجوليه توجع برشا. نفس الشيء وقت اللي يقدموا اداء باهي والناس تبدا تشكر فيهم فهمتني وقت اخويا يتنفخوا على الاخر فهمتني والمقابله اللي بعدها يعملوا فهمتني ماتش خايب. وانا عندي شك اخويا ما نفهمش انا في التحليل ما نفهمش. اسمعوا هذه بالكذاب جاه ربي اسمعوا رايي في هذه. انا عندي شك علاش المنتخب الوطني التونسي يقدم مره مباراه باهيه وبعدها مباراه خايبه. انا حسب رايي حسب فهمتني معلوماتي حسب ما نعرفش انا الله اعلم صحيحه غلطه الله اعلم. انا متاكد انه الجوارات وقت اللي يقدموا اداء باهي يحلوا مواقع التواصل الاجتماعي ويبداو يتفرجوا في العباد كيفاش تشكر فيهم يشكروا
لين يضربهم ستريس، يقول انا تو البارح عديت ماتش طياره، كيفاش يجي في سؤال في مخه كيفاش باش نعدي ماتش اخر كيما الماتش اللي عديته اللي فات، ويبدا فهمتني يدخل فك الدوامه هذيك وفك ستريس هذاك. فهمتني انا احسن حل عندي الجامعه التونسيه تمنع التليفونات على الملاعبيه، هذا هو الحل. كان فما منتخب نجح اعرف راهو مانعين عليهم الملاعبيه التليفونات نتاعهم. كاو خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. اي سيدي الجارديان، قلت جارديان الاربيتر، قام الاتحاد الافريقي بتعيين الحكم جنوب افريقي ابو نجيل توم هذا باش يشد مباراه تونس ومالي، ويا ستار تستر وكاهو. باه هاي سيدي، تعرض لاعب وسط الهجومي شاب لمنتخب مالي مصائب قوم عند قوم فوائد. ها السيد فهمتني شو اسمه هو شو اسمه غاوسو ديارا، ايوا غاوسو ديارا، الاصابه على مستوى الكاحل الايمن حيث يعاني من الالتواء في الكاحل. ايوا بدا الزهر يضرب فهمتي السيد هذا فهمتي سقيت على تلوات فهمتي ماهوش باش يحضر على ماتش تونس ومالي. كيف احنا فهمتي كيف عندنا اصابات فهمتي في شو اسمه الياس العاشوري ابرامون مضروب، والياس سعد الزويز هذم. باه هاي سيدي حنا بعد بنجم ضمن التشكيلة المثالية لدوري مجموعات افريقيا. هاك اختاروا فهمتي حنا بعد. علاش اختاروه حسب رايكم؟ حسب رايكم علاش اختاروه على خاطر عنده باسات، عنده اسيستات يسيب فيهم برجولية نتاع انسان معلم، انسان محترف يعني وصل لقمة الاحتراف. شوفوا عصام الشوالي وقتها في ماتش نيجيريا قديش مرة قال ملا باس من حنا بعد ملا باس، مش نيجيريا، ماتش نيجيريا ولا اسمها ولا تنزانيا، والله اسمع دخلت بعض يتلموا الماتشوات في جورة بعضهم. حاسيلو حنا بعد فهمتي خرج في باسات، واسمعوا عصام شوالي قديش مرة قال ملا باس عليك حنا بعد ملا باس على كل ذيك يطلع حسام شوالي قال ملا باس. اعرفوا انت حنا بعد فهمتي عطاه كادو، عطاه فهمتني حاجة ذهب للملاعب. كاو باهي خلينا نشوف الخبر اللي بعده. اي سيدي حسب مفودي شنو وسائل الاعلام المتواجدين في المغرب فان تشكيلة المنتخب التونسي ستكون كالتالي: دحمان، فاليري، برون، طالبي، العابدي، الصخيري فهمتي على اليمين، ساسي فهمتي على اليسار، حنا بعد في الوسط عاشوري، بستوري وتونكتي، ويا ستار تستر وكهو. انا متاكد انا سامي عوجها باش يلعب بثلاثه في اللاكس، متاكد مليون في المية. هات تشوف فهمتي في بالكم انتم مش باش يخاف بالطبيعه، باش يخاف يقعد يلعب هكاك على التعادل، ونفس الحكايه باش تتعاود صدقوني. اللهم سيعمكم سامي يعوجها يتهور فهمتني ويهبط فهمتي تشكيله هجوميه كاو كونتر شكون كونتر مالي، ويا ستار توصل لناكلوا طبيخ. باه هنشوف الخبر اللي بعده. نسبة فوز تونس ومالي حسب الموقع المختص، حسب الموقع المختص حسيلو من الاخر راه الاولاد معناها فهمتني الذكاء الاصطناعي شنو فهمتي حط 52% بتربح تونس و48% بتربح مالي. على اساس شنو مشاو فهمتي بالنسبة هذه الله اعلم مانيش عارف يعني. معناها هذا الموقع هذا يشوف في تونس اقوى بشوية من مالي، علاش الله اعلم. باه هاي سيدي بخلاف صحابه وعائلته مسألة عليه حتى حد. مرتضى بن والناس مرتضى بن والناس فهمتني اكثر لاعب تظلم، وخاصة وعندنا مشكلة في الجهة اليمين. لا مرتضى بن والناس يقعد في البنك، لا ما يهبطش يلعب على اليمين، لا حسب سامي فهمتني عوجها، لا هاكا عوجوا في البنك فهمتني قاعد معوج في البنك غاديك. باه خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. حنا بعد المجبري هو اللاعب التونسي الوحيد الذي اختاره الاتحاد الافريقي في التشكيلة المثالية للدور الاول. فهمني هذه صفعة باهية لك الاعلاميين اللي شكوا في قدرات حنا بعد. السيد ولا ركيزة بتحكي لي حتى حكاية ولا ركيزة ما تنجمش منتخب بلاش حنا بعد الحكاية فارغ. كاو هنشوفوا الخبر اللي بعده. ايوا ساق حنا بعد البارح حنا بعد حامل جنسية اخرى، ويعتبر البعض في تونس انه حاملين جنسيين الاخرى عملاء وخونة. هاك السيد نقبوا له الكرابون نتاعو يا ابو قلب، ها الدمبلين طلع، ها تقول فهمتني ماكل كرتوشة باهي صافا هكا الكرابون نتاعو تقطع. والناس مازالت فهمتي تشكك فيه وتشكك في القدرات نتاعو وتقول فهمتي مزوجين الجنسيه ما يهمهمش في تونس وما على بالهم ودرا شنو. صليوش على النبي السيد قعروا له الكرابون نتاعو يا ابو قلب. باه هنشوف الخبر اللي بعده. حنا بعد المجبري سنتجاوز مالي وسنتأهل الى الربع النهائي. والله كان قالها جوار اخر ما نعطيش وذني، اما خويا يطلع حنا بعد ويقول هكا. ان شاء الله زينه الاولاد، ان شاء الله يماركيو ان شاء الله. خويا ماركيو الله يرحم والديك، ماركيو وحطوا الكره في الشبكه تيشوط دين امها الكره بصباعه هكا تنقب الجول ونقب تيجي. خويا تعرفش كيفاه انا في بلاصه سامي عوجها
في بلاصتو. هاو شنو نقول، اللي تجيه فرصه يشوت، هاي يولي فهمتي لونترونور فهمتي يكلم الملاعبيه فهمتي، اللي تجيه فرصه يشوت في الجول. سايب علينا ماك الباسات في وسط في 18 متر كيف فهمتي وبين الجوارات وكذا، لا تجيك كره شوت تو شوطه مش شوطه فهمتي، الجارديان فهمتي يشدها تهرب من يديه، يجي واحد اخر فهمتي يطفي يحطها في الجول. كاو صحيح ولادي نحبوا نربحوا، يرحم والديكم نحبوا نربحوا، خلنا فهمتي متوحشين هكا فهمتي الفرحه، الله يرحم والديكم. ها ماركيو ما يهمني والله، بوتيبول عليه الاداء ما عشناش خويا، احنا بالاداء ما عشناش بيه، اعطينا خويا ماركيو هكا هو، اعطينا ماركيو، اربحوا 1-0 2 شيء ما نعرفش انا، مش لازم، ما حسناش بالاداء وما حسناش بحتى شيء، حسنا كان بونتوات هكا هو، والربح هكا هو، راهو الربح راهو يقلب فهمتي التحليل سفاعل عليه كاهو. هنشوفوا الخبر اللي بعده. رسميا الياس العاشوري والياس سعد باش يغيبوا للاسف عن مباراه مالي بداعي الاصابه. الزوز ملاعبيه قاعدين يتريناو على انفراد وما كانوش مع المجموعه، وبالتالي صعيب برشا نلقاهم في التشكيله الاساسيه. كسويز هذوما فهمتني ماهوش موجودين، لا الياس سعد ولا الياس العاشوري، وان شاء الله فهمتني ان شاء الله معناها اللي باش يلعبوا في بلايصهم فهمتني خويا يقدموا الاضافه، وكما قلت لكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كاو باه خلينا نشوف الخبر اللي بعده. ايوا خلينا نفكركم شويه فهمتي شنو اللي صار. تونس تواجه مالي مره اخرى وتذكرنا باغرب لقطه، تفكرتوه الاربيتر عرفتوه الاربيتر هذا وقف المباراه في الدقيقه 89 يا ابو قلب، وقفها المباراه دقيقه 89 وكلات بعضها وقتها فهمتني، وضربته الشمس ابارامون داخل ولا شنو حكيته فهمتني، حاسيلو نعطيكم فهمتني وقتها مالي ربحتنا 1 شيء. ونشوف الخبر الاخير. من بعد ماتش نيجيريا دحمان طلب انه ما يلعبش اساسي ممسوس معنويا، ولكن سامي طرابلسي الح على بقائه. القرار تم اتخاذه الليله امس، بن سعيد اساسي ضد مالي، ومرياح اساسي ايضا في خطه 3-5-2 مكان العاشوري. هاي الله اعلم عاد الاخبار صحيح مش صحيح، الله اعلم. بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي، وان شاء الله يا ربي نربحوا، يا ربي ان شاء الله نربحوا فهمتني، ونهبط لكم فيديو وانا فرحان بالفوز وكذا. ما تنسوش بالطبيعه الاشتراك في القناه، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.